أسعد الله أوقاتكم جميعا أعزائي. اليوم نتكلم كيف نجعل نسبة الرطوبة ترتفع في غرفة الطيور. طبعا اللي عندي الآن نسبة الرطوبة 52 فقط. أنا اللي أسويها حتى يستفيد منها المربين هاويين، وأنا أستعمل بنفسي بغرفة الطيور هذا الجهاز الذي أقدر أتحكم كما ترون بالنسبة كما ترون. هسه هاي أقل نسبة، والآن أخليها أكثر كما تلاحظون. أقدر بهذا الجهاز أسيطر على ارتفاع نسبة الرطوبة. عندنا هاي نستعملها بعد ذلك، وعندما كنت في العراق أستعمل هاي الطريقة في ارتفاع نسبة الرطوبة في غرفة الطيور عندما كان درجة الحرارة مرتفعة. هسه نستعمل البخار، وبالبخار موجود ماء دافئ أرش بيها البيوض والأنثى هكذا. طبعا مثل ما شفنا أنا ما أحتاج أن أرفع نسبة الرطوبة وأترك نشوف هنا أيضا موجود بيوض، وأرش أنثى أيضا حتى نجعل نسبة الرطوبة ترتفع. وأكو نقطة أخرى نقدر نسويها. هنا موجود ماء موجود حار، ونسبة الغليان 100 درجة مئوية. أخلي الماء هنا كما نلاحظ يرتفع منه البخار. بهذا نقدر ونغلق الشبابيك والباب حتى ترفع نسبة الرطوبة بالغرفة، خاصة بالليل قبل ما نغلق الباب أو نطفي النور على الطيور. نخلي نسبة كبيرة حتى ترفع نسبة الرطوبة في غرفة الطيور، وبهذا الشكل يأخذ البيوض نسبة الرطوبة المطلوبة. أشكركم جزيلا.